مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة برام المطاعم، البرام اللحمة الترندي اللي مكسر الدنيا، وازاي هتقدميه بنفس طريقة المطاعم بالظبط. طالع شكله جميل وفخم كده، يشرفك في كل العزومات. غير انه كمان طعمه في منتهى الجمال. شايفين اللحمة بتتقطع بطريقة بسيطة وجميلة، مزبدة كده ومستوية كويس. وهنقول كل الأسرار واحنا شغالين مع بعض. يلا بينا نبدأ. هنسمي الله ونبدأ على طول. معايا كام فص توم كده، تقريبا نص راس، وكيلو من البصل، وحتتين كده من اللحمة كبار لأن أنا عندي عزومة وهعملها النهاردة نظام رقات كده، هتعجبكم جدا. خدت أول قطعة وهحاول إن أنا أقطعها شرايح يعني صغيرة، قريبة من كباب الحلة أو أكبر سيكة كده. والشرايح دي بتبقى عريضة شوية، يعني هي رفيعة، مبتكونش مكعبات زي كباب الحلة. وهاقول لِك ليه أنا مقطّعاها شرايح عريضة كده وإحنا شغالين. الشرايح دي زي ما اتفقنا سمكها ما بيكونش كبير، يعني سمكها تقريبًا نُص سنتي مثلًا، وبابتدي أقطّعها كلّها بنفس السمك وبنفس التقطيعة بالشكل ده. أنا باقطّعها كده ليه؟ لإن أنا هاحاول إن أنا أفردها في البرام نظام رقات، طبقات يعني، وده اللي هيميّز البرام بتاع النهارده نفس شكل كده برام المطاعم بالضبط. القطعة التانية هاعملها بنفس الطريقة، بس وأنا باقطّعها باحاول إن أنا آخُد الطرف اللي هو رفيّع أقطّعه في الأول، وأول ما ألاقي اللحمة ابتدت تعرض لي معايا شوية، طبعًا أنا عايزاها كلّها مقاس واحد، في الوقت ده هابتدي أقسمها نُصّين قد بعض كده، وهاخد كل نُص أبتدي أقطّعه بنفس الطريقة. أنا عايزاها كلّها مقاس واحد، شكل واحد، نفس السمك، نفس التقطيعة. يُفضّل في طريقة البرام دي إن اللحمة تبقى ملبّسة شوية. للناس اللي ما بتحبش اللحمة ملبسة، على الأقل هاتي 10% منها دهون. يعني زي ما انتوا شايفين النهاردة اللحمة بتاعتي ملبسة على خفيف كده، يعني نسبة الدهون فيها قليلة جدا. طبعا ده عشان الضيوف اللي عندي ممكن ما يكونوش بيحبوا الحاجة الدسمة قوي، في نفس الوقت عشان تبقى متطعمة وطالعة جوسي وجميلة. اللحمة زي ما انتوا شايفين كلها اتقطعت بنفس الطريقة وبقت جاهزة معايا بالشكل ده. هنا بقى هابتدي أتبّلها، هادّيها المرّة دي رشّة حلوة كده محترم من الملح، يعني أنا بادّيها الملح الكافي بتاعها، وكمان بادّيها شوية حلوين من الفلفل الأسود. كل ما كان الفلفل الأسود كتير كل ما كانت أحلى، وشوية من الجنزبيل، وطبعًا معايا جزء من الدهون قطّعتها شرايح رفيّعة كده زي ما أنتم شايفين. ممكن تستغنوا عنها خالص وتكتفوا بنسبة الدهون اللي موجودة في اللحم. وبابتدي أقلّبها كلّها في البهارات اللي أنا ضفتها عشان تتطعّم بيها بالشكل ده. وهنا بعد ما جهزت هابتدي أدخّلها التلاجة نُص ساعة تمتص التتبيلة عقبال ما أجهّز باقي الإضافات. هابدأ بالبصل بتاعي، أبتدي أقسم كل واحدة نُصّين وبعد كده أقطّعه شرايح رفيّعة جوليان بالشكل ده كده. هاعمل الكمية كلّها بنفس الطريقة، أقطّع البصل جوليان بس ما يكونش رفيّع أوي عشان يستحمل تسوية اللحم. هي عامةً الطريقة دي ما بتخلّيش اللحمة تاخد تسوية كتير، يعني ما شاء الله بتستوي في أقرب وقت لإن هي شرايحها رفيّعة مش هتاخد تسوية كتير. وباجهّز الكمية كلّها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده. هاجيب بعد كده التوم، طبعًا الطريقة دي بتحب التوم الكتير لإنه فعلًا بيطعّمها وبينقلها في حتّة تانية خالص. باقطّعه المرّة دي شرايح زي البصل بالضبط، وهادّيها تتبيلة خفيفة كده أو رشة خفيفة من الفلفل الأسود والملح، ده بيفرق جدًا على فكرة في طعم البصل. وهنا بقى هاحضّر البريم اللي هاشتغل فيه، بادّي له مسحة خفيفة كده من الزيت عشان لمّا أضيف له أي حاجة ما تلزقش فيه. بابدأ بأول طبقة بأرضية حلوة كده من البصل اللي إحنا جهّزناه مع بعض، وبعد كده بانزل عليه بطبقة كمان من شرايح اللحمة اللي إحنا قطّعناها برضه واتبّلت وخدت يعني من طعم الملح والفلفل الأسود كويس جدًا. وأدّي بقى رق تاني من البصل، هندّيها رق كده ورق كده. وبعد كده هانزل بشوية من التوم، وكمان طبقة خفيفة أوي من شرايح الدهون أو اللي أنا مقطّعاها، وبانزل بعد كده بطبقة تانية من اللحم. الطبقات دي بيبقى طعمها في منتهى الجمال، شكلها في التقديم كمان بيبقى حلو أوي لمّا يبقى عندِك عزومة، عندِك مثلًا مناسبة حلوة، فبصراحة بتبقى شكلها فخم كده في التقديم. وبانزل بطبقة تانية من البصل، وكمان آخر طبقة من اللحمة بتاعتي. يعني إحنا اديناها طبقات كده مختلفة، بترفع كده من شكل اللحمة وبتديها طعم حلو، بتمتص بقى من الرقات دي فبيبقى طعمها في الآخر جميل جدا.
دي نفس بريم المطاعم بالضبط اللي مكسّر الدنيا، الناس بتاكل لحمة في البرامات في المطاعم بتقول واو! فليه ما نحاولش نعملها إحنا كمان من البيت وطعمها يبقى أحلى كمان. بندّي بقى قطاية كده مربعات أو مكعبات مع شرايح التوم اللي في الآخر ورشة خفيفة من الفلفل الأسود، وطبعًا مش هندّي ملح تاني لإن هي already اتطعمت، بس هندّيها رشة من السكر. بديل السكر لو موجود معلقة من العسل الأبيض. رشة خفيفة أوي من الزيت عشان تدّي لون في الآخر للطبقة اللي فوق، وبادّيها كوباية مَيّة ويُفضّل إن هي تكون سخنة. باحاول إن أنا أوزّعها بالشكل ده، وبادّيها بعد كده الأعشاب الجميلة دي. طبعًا ده روزميري وزعتر، وبابتدي إن أنا أوزّعه في البرام كلّه بيدّيه طعم حلو أوي، وكمان شكل التقديم بتاعه بيبقى ظريف جدًا في الآخر. خلاص بقى جِهِز معايا البرام الجميل دوّة، بابتدي إن أنا يعني أقمره كويس جدًا بورق فويل عشان يستوي كويس جدًا. وهادّي له طبقة تانية من الفويل عشان يتكمر كويس وهيحتفظ بالبخار بتاعه، لإن البخار ده هو اللي هيكمّل تسوية اللحمة ويدّيها الطعم الخطير. بعد ما خرج من الفرن بقى بالشكل الجميل ده، برام زي ما الكتاب ما قال. حاجة كده في منتهى الجمال، اللحمة طالعة تحفة، تحسوها إن هي محمرة، مستوية كويس، لونها جميل، طرية جدًا ومستوية على الآخر ودايبة دوب زي ما أنتم شايفين، طعمها في منتهى الجمال. أتمنى أكون أفدتكم والفيديو عجبكم. كانت معاكم سما العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.